تعالوا نواجه الحقيقة. الجيل الحالي اللي هو جيلنا ده تقريبا عنده كل شيء: معلومات، وسائل تواصل، فرص، كل الإمكانيات تقريبا. ومع ذلك إحساسنا بالسعادة تقريبا معدوم. ممكن يكون عندك كل شيء مادي بس عقلك مش مرتاح، قلبك مضغوط، شعور بالفراغ تقريبا ما بيروحش. السؤال بقى اللي محدش عايز يسمعه: هو احنا أتعس جيل بالتاريخ ولا احنا اللي عملنا كده في نفسنا؟ الفراغ النفسي مش كسل ولا رفاهية، ده شعور قاتل. عندك الإمكانيات لكن عقلك مش مرتاح، قلبك مش هادي، ودايما عندك شعور بالنقص. الغريب في الموضوع إن الأجيال اللي قبلنا كانت أعبائهم أكتر ومقيدين أكتر مننا بكتير، ومع ذلك شعور السعادة عندهم والفرح كان أعلى بكتير من الجيل ده. الجيل ده رغم كل الإمكانيات لكن دايما عقله عالق بين توقعاته والمستقبل الغامض. الصورة المثالية: النجاحات المفبركة، اللحظات المصممة على الشاشات، دماغك تقارن باستمرار وتحس بالعكس. النتيجة بقى شعور دائم بالانكسار حتى لو فعليا كل شيء تحت سيطرتك. الجيل الحالي بتاعنا ده مضغوط قوي، شغل عدد ساعات كتير قوي، تكلفة عليت علينا، منافسة، توقعات، والحياة مش مستنية حد. يمكن عندنا أدوات أفضل من أي وقت مر قبل كده على أي جيل مر قبل كده، بس شعورنا بعدم اليقين لا ينتهي. السؤال الجدلي بقى: هو إحساس التعاسة اللي عندك ده بسبب نقص الإمكانيات فعلا، ولا بسبب الضغوط دي اللي احنا عمالين نفرضها على نفسنا؟ الحقيقة إن الجيل ده عايش بين الحقيقة والفلتر، الضحكة مع أصحابنا، اللحظة الحقيقية بقت بتضيع وسط السيل الرقمي. ممكن يكون عندك فرص كتير قوي بس عقلك مش قادر يشوف قيمة اللحظة اللي انت عايشها. شعور التعاسة ده مش بسبب الواقع، ده بسبب الطريقة اللي انت عاوز تشوف بيها الواقع. احنا ضعاف قوي بسبب ان احنا فقدنا القدرة ان احنا نواجه نفسنا. اي لحظة صمت نهرب. الامكانيات موجودة لكن السعادة مش موجودة لاننا مش لاقيين وقت نصنعها. السعادة مش ان يبقى عندك كل حاجة، ولا السعادة انك تعتزل كل حاجة. احيانا السعادة بتكون لحظة صغيرة، ضحكة، نجاح بسيط، تجربة جديدة زي الفيديو اللي انا عامله لك ده. ادينا بنواجه نفسنا. مشكلة الجيل ده انه مش متعود يركز على اللحظات البسيطة، لانه دايما بيتابع ما لم يتحقق بعد، مستني فرقعة تحصل علشان ينتبه يركز. مفيش فرقعة مفيش تركيز. السؤال بقى: هو احنا أتعس جيل ولا احنا جيل ما عندناش القدرة على السعادة بسبب الوقت اللي بنضيعه في المقارنات مع صور رقمية؟ الجيل الحالي برغم انه مليان فرص لكن مليان تحديات وشبعان قلق. كل الموضوع اننا محتاجين نفهم نفسنا، نقف للحظة كده ونشوف الفرق بين الواقع اللي احنا عايشينه والتوقعات اللي مالية راسنا.